الحكاية بتبدأ وسط السحاب مع البنت ماي ومجموعة مقاتلي كونج فو. المقاتلين كانوا بيستخدموا تقنية سرية اسمها ليتشي عشان يقدروا انهم يطيروا. بعد كده بنقابل زانج ظهر فجأة وبدأ يطير بجانب ماي في سعادة، وهنا بنعرف ان زانج كان بيحلم وبيتخيل كل ده لانه مجرد طباخ بسيط. بعد ما زانج خلص الاكل نادى على المقاتلين عشان يفطروا، واول ما وصلوا كلهم هجموا عليه بشراسة لانهم جعانين. حتى ماي اتضايقت منهم لانهم هيخلصوا الطعام كله، بس فجأة المعلم لي حضر وكل التلاميذ وقفوا بمكانهم احتراما ليه. المعلم لي هو والد ماي، وبعد ما التلاميذ وقفوا قتال جمعهم على طاولة واحدة عشان يفطروا. في البداية المعلم لي قال ان زانج كان طباخ لفترة طويلة وجه الوقت عشان يترقى ويبدأ يتعلم الكونج فو، لكنه لازم يختبر قوته الاول. بالفعل زانج وقف عشان المعلم يختبره، لكنه كان ضعيف وقرب يقع على الارض، فماي سندته من ظهره هي وباقي التلاميذ. بس اول ما المعلم لاحظ انهم بيغشوا عاقبهم بشدة. في النهاية زانج نجح بالاختبار وبدأ التدريب مع ماي على استخدام قوة ليتشي عشان يقدر يطير ويبقى مقاتل قوي. لكن وسط التدريب كان واضح انه مش مركز، فماي سألته هو بيفكر في ايه، وهنا زانج اخدها لقريته القديمة وقال لها انه في يوم من الايام لما كان مروح بيته مع صديقه اتفاجئ ان عمدة القرية بيحارب راجل مقنع. الراجل المقنع ده كان قوي جدا ومهما العمدة حاول يغلبه ما كانش قادر، لحد ما الراجل المقنع دمر القرية كلها وخلص على والد ووالدة زانج بدم بارد. اما المعلم لي حضر هو وبنته ماي بعد القتال واخد زانج وصديقه عشان يربيهم ويعلمهم الفنون القتالية. فماي حست بالحزن لما سمعت القصة. في الوقت ده كل المعلمين اجتمعوا عشان ينظموا بطولة كونج فو ويعرفوا مين المقاتل الأقوى. فالمعلم لي قال ان واحد من تلاميذه هو اللي هيكسب لان عنده شباب موهوبين جدا. بالليل زانج واصدقائه اتسللوا بهدوء وسط الحقول، لكنهم بالصدفة قابلوا مجموعة تلاميذ تانيين فقالوا انهم لازم يوطوا صوتهم لانهم ممكن يتسمعوا. في النهاية بنعرف ان الشباب كلهم اتسللوا من اجل مراقبة لو مينج. لو مقاتلة محترفة عايشة في الغابة لكنها بتدرب البنات وبس، عشان كده الشباب بدأوا يتجسسوا عليها. وهنا لو مينج لمحتهم من بعيد فكلهم جريوا الا زانج العبيط وقع على وشه. طبعا لو حس بالغضب منه لانه كان بيتجسس عليها وفضلت تعذبه لساعات طويلة لحد ما زانج ترجاها تسيبه ووعدها انه مش هيرجع تاني، فاطلقت عليه خلية نحل وخلته يجري زي المجنون. بس من حسن الحظ اصدقائه رجعوه البيت من جديد وعالجوا جروحه، ده غير انهم وضعوه في وعاء الطبخ عشان يخففوا وجعه باستخدام البخار. لكن ماي وقفتهم عند حدهم لانهم ممكن يقتلوه بدون قصد وداوت جروحه بالاعشاب الطبية. تاني يوم زانج اخد كمية طعام ضخمة وراح لشاطئ البحر وبدأ ينادي على دونج، لكن مفيش اي حد رد عليه. وهنا بنعرف ان دونج تنين عملاق عايش وسط البحيرة، وزانج بقى صديقه وبيجيب له اكل كل يوم. بعد ما زانج لعب مع التنين لساعات رجع التمرين من جديد وافتكر ايام زمان. وهنا بنعرف ان بعد ما قريته اتدمرت العمدة اعطاه حجر سحري وطلب منه يخليه معاه طول الوقت، فوانج قرر انه يرمي الحجر عشان ينسى الماضي الأليم. بس فجأة في قرد غلس بدأ يطارده وحاول يسرق الحجر. القرد بهدل زانج بشدة لأنه جري وراه وسط الغابة لحد ما دفعه في المية. أول ما زانج نزل تحت المية لاحظ إن في شق ضخم في قاع المحيط، واكتشف إن الحجر اللي معاه بينور كل ما يقرب منه. ولما خرج للشاطئ في عصا سحرية انطلقت من الشق، والحجر اللي مع زانج طار واتحد مع العصا. حتى المعلم ليه وأصدقائه اتفاجئوا من اللي حصل لأن السما شكلها اتغير. اما زانج اتعجب بشدة لان العصا هبطت جنبه وما كانش عارف يتصرف فيها ازاي. زانج انقذ القرد اللي سبب له المشاكل دي وزعق له بسبب اللي عمله، لكنه اول ما حاول يرجع البيت في مقاتلة ملثمة ظهرت بدون سابق انذار وحاولت تخطف العصا منه. بس من حسن الحظ لو مينج بدأت تقاتلها ودفعت عنه بشراسة.
العصا. طبعا زانج ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل وتعجب بشدة. حتى مي هي كمان ظهرت وانضمت للقتال. مي ولو مينج اتحدوا مع بعض وقدروا انهم يهزموا المقاتلة الملثمة بصعوبة وخلوها تهرب. ولما مي سألت زانج ايه اللي حصل، زانج قال لها على العصا، فمي اتعجبت بشدة. بالليل المقاتلة الملثمة اتسللت لغرفة زانج واستغلت انه نايم عشان تسرق العصا السحرية. بس الغريبة انها كل ما حاولت تهرب العصا كانت بترجع لزانج من جديد لحد ما خبطت دماغها وفقدت الوعي. تاني يوم اول ما زانج فاق اكتشف ان المقاتلة الملثمة موجودة جنبه، فسألها هي مين، لكنها كذبت عليه وقالت انها كانت بتعبر الجبل واضطرت تبات هنا بسبب البرد. ده غير انها حاولت تغفله وتخطف العصا بس بدون فايدة لانها رجعت لزانج. وهنا بنعرف ان العصا بتفهم كلام البشر وليها عقل خاص بيها. تاني يوم الصبح لما التلاميذ كانوا بيتدربوا مع زانج اتفاجئوا ان قوته اصبحت عالية جدا وما كانوش قادرين يهزموه لان العصا السحرية زادت من قوته. حتى المعلم هو كمان انبهر منه. بعد فترة قصيرة زانج راح لرعاية البقر هو والكلب الخاص بيه، لكنه في وسط الشغل قابل المقاتلة الملثمة وسألها عن اسمها، فقالت ان اسمها نينا. ولما الاتنين كانوا بيتكلموا فجأة مجموعة قطاع طرق بدأوا يطاردوهم على الأحصنة وحاولوا يخطفوهم، فجريوا بسرعة رهيبة لحد ما وصلوا كهف وسط الجبال. في البداية نينا طلبت من زانج يجمع حطب لإشعال النار بسبب البرد. بعد كده استغلت انشغاله وقررت تسرق العصا السحرية، لكنها مهما حاولت العصا كانت بترجع مكانها من جديد. ونينا فضلت تحاول تسرقها لحد ما خبطت دماغها وفقدت الوعي. فزانج قال للكلب الخاص بيه يخلي باله منها لانه هيخرج يصطاد. بعد فترة قصيرة زانج رجع الكهف من جديد واتفاجئ ان نينا اصطادت ارنب واعطت الكلب بعض الاكل. في البداية نينا كانت بتحاول تغفل زانج وتخلص عليه، لكنها اتفاجئت انه شاب جدع قلبه طيب وحكت له حكايتها وقالت له ان والدتها توفت وهي صغيرة. فزانج قال لها على اللي حصل معاه وعرفها انه يتيم هو كمان. في النهاية نينا سابت زانج يعيش والاتنين اصبحوا اصدقاء اعزاء. تاني يوم بطولة الكونج فو العملاقة بدأت اخيرا، والاف التلاميذ من كل مدارس الفنون القتالية بما فيهم زانج وصديقه ميمو حضروا الحلبة. حتى لو مينج ومي كانوا موجودين هما كمان واجتمعوا امام المعلمين الكبار. من الاول المعلمين قذفوا كور عليها ارقام المشاركة في البطولة وكل المقاتلين قفزوا عشان ياخدوا ارقامهم، لكن زانج وقف بمكانه لانه ما اتعلمش تقنية ليتشي وما بيقدرش يطير. بالفعل المباريات اتنظمت والاف المقاتلين الشباب حضروا من وسط الجبال عشان يتحدوا بعض ويعرفوا مين الاقوى. كل المقاتلين اتحاربوا بشراسة ملهاش مثيل والمعارك استمرت لساعات طويلة. حتى لو مينج هي كمان انتصرت، لكن في النهاية مباراة زانج ميعادها وصل، ولان مفيش اي حد مهتم بيه الكل مشيوا وسابوه الا صاحبه ميمو وقف يشجعه. من اول المعركة زانج كان حاسس بالخوف وغمض عينيه، بس المفاجأة انه لقى خصمه واقع على الارض وفاقد الوعي لان العصا هي اللي هزمته. حتى صديقه ميمو ما كانش مصدق نفسه. بالوقت ده المعلم ليه كان حاسس بالحزن لانه افتكر زانج خسر مباراته، لكن اول ما زانج عرفه انه كسب حس بسعادة كبيرة هو وباقي التلاميذ. تاني يوم القتال ما بين زانج وجينجو بدأ. جينجو هو صديق زانج اللي كان موجود معاه وقت ما قريته اتدمرت، لكنه اصبح مقاتل موهوب وانضم للحرس الملكي. في البداية جينجو ما كانش عايز يحارب بكل قوته لان زانج صديقه العزيز، لكن العصا السحرية اتحركت من نفسها ونزلت فيه تحت لحد ما مسحت بيه الارض وهزقته امام الجميع. فجينجو قال لزانج انه غشاش وانسحب من القتال. طبعا زانج اتعصب بشدة لان صديقه مش هيتكلم معاه تاني ورمى العصا وسط الغابة. في الوقت ده لو مينج ومي اتحدوا بعض وش الوش، ومع ان الاتنين كانوا اقوياء جدا لكن لو مينج كسبت في النهاية بسبب خبرتها. بعد ما القتالات خلصت المعلم ليه زعق لزانج وعاقبه لانه فاكره بيتدرب بدون علمه بسبب قوته الرهيبة. بالليل القرد اللي كان عايز يخطف الحجر السحري من زانج مسكه من ايده وشده وسط الغابة لانه عايزه يشوف حاجة مهمة. وبعد فترة قصيرة وصل النهر وهناك اتفاجئ ان لو مينج فاقدة للوعي، ولما حاول يفوقها قالت له انها محتاجة الدواء بسرعة. وهنا بنعرف ان لو مينج مريضة لكنها بتقاتل في البطولة لانها عايزة تخلي تلاميذها فخورين بيها. ومع ان
ان زانج حاول يقنعها تعتزل الكونج فو بسبب صحتها، الا انها رفضت طلبه. تاني يوم الماتش النهائي بدأ اخيرا، والمعركة كانت ما بين زانج ولو مينج. في البداية زانج ما كانش عايز يقاتل لان لو مينج مريضة، فلو نزلت فيه طحنه وبهدلته بشدة عشان ينسحب، لكنه رفض، فأخرجت السيف الخاص بيها وهجمت عليه بشراسة. بس فجأة العصا السحرية رجعت من جديد ودفعت عنه. أول ما زانج مسك العصا كل جروحه خفف في ثواني واستعاد قوته بالكامل. لكن في وسط المعركة زانج لاحظ إن العصا ممكن تقتل لو مينج، فخسر نفسه عن قصد عشان ينقذ حياتها وفقد الوعي. بالوقت ده نينا قابلت ساحرة شريرة وقالت لها إن جيش الظلام جاهز للهجوم. جيش الظلام كانوا جماعة مقاتلين أشرار عايزين يخطفوا العصا السحرية ويسيطروا على قوتها، ومنهم صانع الدمى، وده مقاتل بيقدر يتحكم في دمية خشبية قاتلة بتدمر أي حد، والمنشار، وده مقاتل ماهر في استخدام أسلحة حادة بيشرح بيها أعدائه في ثواني، والخيال، وده ساحر خطير ما بيتأثرش بالضربات وممكن يمتص أي شخص بداخل جسمه، والوحش، وده راجل سفاح ماهر باستخدام السيوف وملهوش حل. ده غير إن قائد جيش الظلام حضر في عربيته الخشبية واستعد للحرب. بالوقت ده المعلمين اجتمعوا وقالوا ان زانج بداخل جسمه قوة رهيبة، وهو الوحيد اللي يقدر يتحكم بالعصا السحرية، عشان كده جيش الظلام ممكن يهجموا عليه ولازم يحموه بأي طريقة. حتى أصدقائه حضروا وقالوا انهم هيدافعوا عنه مهما كان الثمن. بالفعل أقوى المقاتلين اجتمعوا حوالين زانج وبدأوا يراقبوه طول الوقت، لكن نينا اتسللت بدون ما أي حد يلاحظ وخدرتهم كلهم في ثواني. بعد كده أخدت زانج معاها وحاولت تهرب بيه. في البداية زانج ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، لكنه اتفاجئ لما عرف ان نينا تبقى بنت قائد جماعة الظلام، ووالدها هو المقاتل المقنع اللي دمر قريته زمان. بس الغريبة ان نينا حاولت تدافع عنه لانها بتحبه، فوالدها ابعدها عن طريقه بدم بارد وبدأ بالهجوم. مع ان رئيس جماعة الظلام قوي جدا، الا ان العصا السحرية ساعدت زانج في القتال وقدرت انها تتصدى ليه لحد ما المعلمين حضروا اخيرا ومعاهم جيش كبير من الاف المقاتلين. بالفعل الحرب ما بين المعلمين وتلاميذهم ضد جيش الظلام بدأت، ومئات الشباب اتوفوا وسط المعركة لان جنود جيش الظلام ملهمش مثيل. اما نينا اتقتلت مع لو مينج ومي بشراسة رهيبة، وفي وسط المعركة زانج حاول يحميها، لكن نينا ضحت بنفسها لان سيف لو مينج كان هيصيبه. في الوقت ده قائد جماعة الظلام دمر كل التلاميذ اللي وقفوا بطريقه، ولما المعلمين حاولوا يهزموه ما كانوش قادرين بسبب قدرته الرهيبة، فزانج اتحد معاهم وقدر انه يتفوق عليه وخلاه ينسحب من المعركة. بعد كده اخد نينا عشان يدفنها في حزن. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.